بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الكنيسة في الصوم الكبير ليها منهج روحي بتقدم فيه عمق خاص جدا، هو تجديد وتغيير الإنسان. الكنيسة بتبني الإنسانية في فترة الصوم الكبير، لأن ربنا يسوع المسيح لما قدم الخلاص لينا على الأرض قدمه بصورة محددة، وهو أنه جاء ليصنع إنسانية جديدة، خليقة جديدة. وكان فترة الأربعين التي قضاها المسيح صائما عنا كان كي يخضع كل ما فينا من ضعف إلى قوته ويعطينا انتصارا، لأنه الإنسانية قبل المسيح كانت إنسانية مهزومة من إبليس، إنسانية ضعيفة بلا قوة. عشان كده فترة الصوم الكبير هي فترة القوة الروحية، لأن المسيح جاء كي يعطي في رصيد الإنسانية قوة خاصة بأعماله التي عملها على الأرض. فحينما جاء المسيح صام عنا كي نأخذ قوة الصوم، ثم أخذنا في إنسانيته وأدخلنا إلى شركة خاصة، تلك التي كانت بقوة الصلح على الصليب وبعمق القيامة الجديدة. صرنا نحن خليقة جديدة، زي ما قال بولس الرسول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة معناها شرط مهم حتى نخلق من جديد، لابد أن نكون في المسيح. إذن قضية المسيحية قضية وجود، فقضيتنا نحن في المسيح قضية وجودنا. إما أن تكون في المسيح حقيقي وتوجد وتحيا للأبد، أو إما أنك لا تكون في المسيح أو تصير في حالة مزيفة ولا تكون خليقة جديدة. عشان كده النهاردة والكنيسة بتبدأ أسابيع الصوم بعد بعد أول أسبوع تقول لنا أنت عينك على إيه بالظبط. بنسميه في الأحد أحد الكنوز، والكنوز دي معناها الوجود الحقيقي. الكنز هنا معناه حقيقة الوجود. وعلشان يكون وجودنا حقيقي في المسيح لابد أن يكون المسيح نفسه حقيقي. فالوجود الحقيقي في المسيح معناه المسيح الحقيقي. محدش يظن أبدا أن المسيح يصنع بأفكار البشر، يعني ما يجيش حد يستنتج من هو المسيح. مفيش حد يقول أنا أرى أن المسيح هو مسيح أريوس أو مسيح نسطور أو مسيح أوطاخي أو مسيح يوضع بلا هوية زي ما بيسموه في لاهوت التحرر، مسيح بلا عقيدة بلا ملامح. المسيح الحقيقي هو فقط الذي من خلاله نأخذ الخلاص. وحينما لا يكون المسيح الذي نراه حقيقي لا نأخذ الخلاص. ومن هنا كان جهادنا وصراعنا أن يكون مسيحنا حقيقي على مستويين. مسيحنا حقيقي يعني مسيح كما هو، زي ما قال مار يوحنا: نراه كما هو. وزي ما قال المسيح نفسه: إن لم تؤمنوا إني أنا هو. أنا هو معناها حقيقته، وجوده، إيجو إمي، الكيان الذي به نخلص، طبيعة المسيح الواحدة المتجسدة بها نخلص.
عشان كده الهراطقة لن يخلصوا. ده مش حكمي، ولكن دي نتيجة أنهم لم يعرفوا المسيح الحقيقي، لم يعرفوه. عشان كده بولس الرسول يقول لا أعرفه قوة قيامته، شركة آلامه متشبها بموته. إذا معرفة المسيح معرفة حقيقية. وتأتي هنا النقطة الأخرى، أنها شركة للمسيح، أننا ندخل في اتحاد شخصي معه. فالنقطة الأولى أن يكون المسيح حقيقي بإيمان حقيقي، الذي تجسد وأعلن لنا خلاصه بالصليب والقيامة، هو الذي نراه الآن، وهو الذي نؤمن به، وهو الذي نأخذ قوته. يحكوا لنا أنه مرة جم هراطقة أورجانية أتباع أوريجانوس، وأوريجانوس محروم من الكنيسة القبطية ومحروم من كنائس العالم. روما حرمته، كرسي روما قبل الانشقاق، وكرسي القسطنطينية حرمه، وحرم لأنه قدم مسيحا آخر، مسيح فلسفي حسب فكر الفلاسفة، مسيح يستنتجه فلاسفة ليس هو الحقيقي. فجم الجماعة دي وكانوا ليهم رهبانة في مصر، لأنهم انتشروا فترة من الفترات في مناطق كتيرة. فجم للأنبا أحد أديرة أنبا بخوميوس، وكان راحوا لتلاميذ أنبا بخوميوس وقالوا له احنا جايين لك عن طريق أبونا المعلم بتاعنا اللي هم الأورجانيين دول، وقالوا له بلغ أبوكم على الأنبا بخوميوس أن ندخل نحن في إعلام من هو الحقيقي، من هو الذي يحمل إيمان حقيقي، بأننا أبونا اللي هو أبوهم الأورجاني ده هو وأنبا بخوميوس يقفوا على النهر، واللي يمشي على المية يبقى إيمانه صحيح. فراحوا يقولوا كده الرسالة كده: كنت أنت رجل الله بالحقيقة، يعني الإيمان حقيقي، متيقنا أن الله يستمع لك، نعبر من هذا النهر بأقدامنا. فمن يسير على الماء يعبر النهر، يعلم الجميع منا أن له دالة أعظم، أنه له إيمان حقيقي. فراحوا لما بخمس قالوا له في جماعة اللي كانوا موجودين دول لما الهرطقة مترهبنين وعاملين دير وجايين بيقولوا لك الرسالة الفلانية. فلما بص لهم كده قال لهم انتوا ازاي اصلا تسمعوا لهم؟ في اي ناموس يسمح لنا ان نفعل هذه الامور؟ يعني استلمنا منين ان هو ده اعلان الايمان الحقيقي؟ فقالوا له نقول لهم ايه؟ قالوا له روح قول لهم كده هو اننا نهتم بالنوح على خطايانا، نهتم بما ينجينا من العذاب الابدي، اما هذه الامور فخالية من الإيمان الحقيقي. فقالوا له كيف تجرى هؤلاء أنهم يدعوك لفعل كده وهم هرطقة وغرباء عن الله؟ قال لهم كده: يا أولادي، هؤلاء الهراطقة هم أتباع شياطين، والشيطان قد يجعلهم يفعلوا هذا. فقال لهم كده: إن جهادي وتعبي كله ليس لكي أعبر على النهر ولا أن أطير إلى الجبال أو أنتهر الوحوش. جهادي أن أدرك مشيئة الله في، وأستطيع أن أعبر من حال إبليس بقوة الرب الذي أمر أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. مش هدفنا إننا نعمل أعمال يراها العالم إنها تمجدنا، هدفنا هو خلاص نفوسنا، هدفنا هو المسيح. وده اللي عايز تقوله الكنيسة النهاردة، إن الهدف بتاعنا هو المسيح، هو الكنز. عشان كده المسيح الحقيقي فقط هو الذي يعطيك الحقيقة الكنسية وحقيقة الوجود. حقيقة كنسية معناها حقيقة خلاصية. عشان كده الآباء كلهم كان اهتمامهم منصب على المسيح،
أن يعرفوه، وحينما يعرفوه يعيشوا معه. الكنيسة في الآحاد بتاعتها تقول لك افهم كويس انت عايش ليه والمين. انت عايش ليه والمين؟ عايش ليه؟ انت أدركت فكرة الوجود نفسه؟ أدركت انت مولود ومخلوق ليه؟ انت أدركت ان قضيتك الوجودية هو انك انت اما ان تعيش بمفردك وتسعى لأجل العالم والأرض، تشبع منها وتاكل وتشرب زي بقية المخلوقات، ثم تنتهي في النهاية بتموت، أو إنك تروح تتحد بالمسيح وتقول له احضني وخدني في حضنك واعبر بيا من هذا العالم. أنت عايز تعيش في المسيح فتصير كائن أبدي، ولا تموت خارج أحضان المسيح؟ عشان كده اللي وجدوا المسيح حقيقي هم اللي استطاعوا أن يعبروا من هذه الأرض. أنبا بولا أو السواح شاب عايش عادي جدا، وما كانش ما كانش في عمقه الداخلي إن هو يترك كل شيء ويمشي ورا المسيح، ولكن كان مسيحي عادي لحد أما حصل حادثة، إن أبوه مات وجوز أخته أخذ ميراثه، وهو رايح علشان يرفع قضية عليه يشتكيه عند القاضي، شاف جنازة واحد غني ماشي، فبص كده وقال يا ده ساب كل شيء ومات، وقرر انه يترك كل شيء ويسير خلف المسيح. تقول لي يعني احنا مطالبين اننا نعمل زيه ونروح صحراء؟ اقول لك لا لا لا، يقول 30 و60 و100، يعني مطالب ب 30 و60 و100. يعني ايه؟ يعني في مستويات 30 و60 و100. ال100 ده اللي هو ترك كل شيء، زي أنبا بولا وأنبا أنطونيوس والآباء دول. وال60 اللي هم المكرسين والكهنة اللي تركوا ولكنهم لسه في العالم. وال30 الناس العادية. طيب اللي يجيب 30 من 30 هل يتساوى مع اللي جايب 100%؟ أيوة طبعا. يعني إيه؟ يعني حسب جهادك القانوني، زي ما قال بولس الرسول لا نكلل إن لم نجاهد قانونيا. مين اللي يوزن القانون ده بقى؟ مين اللي يوزن العدل؟ ربنا. ربنا شايف انت قدمت ايه وتعبت ازاي. الام والاب اللي بيتعبوا لاجل ولادهم ليهم وزنة في المسيح، بس ده كل مغلف بالمسيح. المسيح في كل شيء امامنا. جعلت الرب امامي في كل شيء. يقول كده بولس الرسول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. عشان كده كل الذين أعطوا حياتهم للمسيح وصاروا في المسيح صاروا قديسين، حتى وإن كانوا أعتى الخطاة زي موسى الأسود وزي مريم المصرية، إنسانة خاطئة وكانت عايشة بشهوتها، وبعدين لقت صيدة إنها تقدر إنها تغري ناس وتقع معهم في الخطية. راحوا ركبوا سفينة، ركبت وياهم، وبعدين السفينة دي راحت أورشليم، راحت وياهم، جت دخلوا الكنيسة، دخلت وياهم، وعند الكنيسة رجليها وقفت، ففهمت إنها مرفوضة، فهمت إن وجودها خارج المسيح موت. فكان في أيقونة للعذراء كده، قالت لا يا عذراء أنا بتعهد دلوقتي اشفعي فيا، لو رجلي فكت ودخلت الكنيسة هقدم توبة. ودخلت وقدمت توبة واعترفت، وبعدين رجعت ودخلت البرية وصارت القديسة مريم المصرية، ليست تائبة فقط ولا قديسة فقط، بل إحدى السائحات. بصوا الوجود خارج المسيح يعمل إيه والوجود في المسيح يعمل إيه. ده الكنز، ده الوجود الحقيقي. عشان كده
الوجود في المسيح مش وجود خامل، كمان وجود فيه نمو. يعني حينما تدخل في المسيح تبدأ تائب، ثم تتدرج لتصير قديس. تبدأ تائب، تقول لي أنا قديس، أقول لك طبعا، بس القداسة بتاعتنا مش من شخصنا، من وجود المسيح فينا. عشان كده ما أن تبدأ التوبة حتى تبدأ القداسة، وكلما نسقط من القداسة، وكلما نعود للقداسة. عشان كده في النهاية خالص القداس أبونا بيقول القدسات للقديسين. نقول لا ده مش لينا، أقول لك لا لا، ليك لو أنت تائب حقيقي واتحدت بالمسيح تأخذ صورة القداسة. عشان كده الوجود في المسيح إما أن نوجد فيه فنحيا، أو لا نوجد فيه فنموت. مفيش حاجة في الوسط، مفيش توبة بين البنين. النمو في المسيح معناه إنك تكون مستعد إنك تترك لأجله فتنمو. لكن ليه مش قادر أنمو؟ ليه بقع كتير وبقوم؟ لأني مش عارف أترك كاملا. كلما تترك كلما تأخذ. في 3 قوى في الوجود. القوة الإلهية، ده الله الذي دائما يريدك أن تحيا وتصير مقدس فيه. هو الذي قدس كل شيء، هو الذي فعل كل شيء، هو الذي خلق كل شيء. وقوة شيطان إبليس اللي ربنا سمح أن يوجد ويستمر في الحياة حتى يكون هناك حرية بين الخير والشر. والقوة الإنسانية، ويبقى أنا وسط الاختيارات. عشان كده المسيح لما انتصر في التجربة انتصر كي يعطي للإنسانية تلك القوة. والكنيسة تقول لك خلي بالك النهاردة حد الكنوز، بعد كده في حد التجربة اللي هتقول لك كده. الوجود في المسيح تجربة اختيار. انت عايز تعيش ازاي؟ تجربة اختيار. وتيجي بعد كده تقول لك الوجود في المسيح هو توبة دايما، أن تترك لأجله، فتقول لك لحد الابن الضال. وبعدين نقول أنا ضعيف، أنا قوتي مفيش إرادة، مفيش قوة. تقول خلي بالك بقى، زي ما كان الصراع بين إنك تختار الوجود في المسيح أو خارج المسيح فتبقى تحت سلطان الشر وتحت سلطان إبليس. مقابلة المسيح لو أنت اخترته تاخد قوة. فتقول لنا الكنيسة تعالى أوريك مين قبله وأخد قوة حقيقة بقى، مش مجرد كلام وعظات ولا كلام تأملات. امرأة سامرية خاطئة أو على الأقل مستبيحة صارت تسميها الكنيسة فوتينة، يعني المستنيرة. منين بقى ده؟ المسيح. والمقابلة مع المسيح مش مجرد مقابلة وقتية، لكن مقابلة كيانية. يعني ايه مقابلة كيانية؟ يعني تفتح كل طاقات الذهن والنفس والروح تستقبل المسيح. تستقبله ازاي؟ مقابلة حقيقية. الصلاة هي مقابلة مع المسيح، والفتور في الصلاة ورفض الصلاة وعدم وجود قانون حقيقي لوقفتك ومقابلتك مع المسيح بتضعفك. عشان كده الشيطان يحاربك وانت بتصلي، يحاربك ما تروحش تصلي، ويحاربك وانت واقف تصلي بالملل، ويحاربك انك يحط لك عراقيل كتيرة. الحرص على النمو في المسيح، حرص على الصلاة، الوجود تحت قانون كلمة الله الوصية، مقابلة مع المسيح، لأن صوته وكلامه في ودانك بيدخل لروحك. الاتحاد بالمسيح في الإفخارستية وفي الكنيسة، طقس الكنيسة مقابلة، لأنك بتيجي تلاقي المسبح مفتوح ومنور والمسيح على المسبح، وبتركع قدام أبونا تاخد حل في الاعتراف، وإنك تسبح مع الخورس تسابيح الملائكة
ده وجود في المسيح، ده اللي بيديك نمو. اللي خسران الكنيسة، اللي خسران الأسرار، اللي خسران الصلاة، اللي خسران الكتاب المقدس، اللي خسران الوجود مع القديسين، خسران وجوده الشخصي، خسران كيانه، خسران الكنز بقى أو العمق اللي عنده. فالكنيسة تقول لك المقابلة مع المسيح مهما كنت مستبيح بره المسيح هتغيرك. تقول بجد بس أنا واقع تحت خطايا جسد. تقول لك تعالى أوريك واحد 38 سنة مربوط في رباطات الجسد. المسيح لما قال له قوم، قوم دي معناها إيه؟ معناها توبة، ومعناها قوة المسيح. هو المريض بيت حسدة قام بقوة نفسه؟ لا. طب أنا إزاي أقوم وأنا حاسس إن أنا ضعيف؟ أنت ضعيف، لكن وجودك في المسيح الدائم قوة. هو المفلوج إزاي وقف وعاش حياته في مقابلة مع المسيح وقوة وجوده مع في المسيح، بس مسيح حقيقي ليس مسيح هرطق، مسيح يحمل قوة حقيقية اللي هو الكنيسة، ومسيح وجود كياني انك بتفتح كيانك وتستقبله سواء بالمعرفة العقلية او بالصلاة او بالإفخارستية والقداس. تقول انا نفسي اشوفه، انا ليه مش قادر اتفاعل معاه شخصيا؟ اقول لك عشان ما تقابلتش معاه شخصيا. احيان كتيرة تكون صلاتنا بدون احساس وجوده الشخصي، فتيجي الكنيسة تقول لك تعالى، لو انت ركعت قدامه وقلت له اديني يعني انت شوفك، هتشوف. تقول ازاي؟ يقول تعالى اوريك اعمى مولود اعمى، قدر المسيح نفسه انه يعمل له عينين. عشان كده بقى حياتنا في المسيح قضية وجود، ناخدها ونقدر ننمو بيها إذا عشنا في الكنيسة وسمعنا صوت المسيح وتركنا ما في داخلنا من أمور العالم واتحدنا به وصرنا فيه لسنا فقط مخلصين ولكننا قديسين أيضا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.